على وقع الزفة الجنوبية التي تشابكت أنغامها مع الموسيقى العسكرية التي عزفتها فرقة الجيش اللبناني، زفت بلدة دير قانون رأس العين عريس الجنوب والوطن والجيش المقدم محمد سامي فرحات، الذي ارتقى في ساحة الشرف شهيداً لكل الوطن خلال العدوان الوحشي الذي شن على لبنان مؤخراً. جثمان المقدم فرحات كان قد دفن وديعة في ثرى رشعين الشمالية إبان الحرب، واليوم أعيد إلى بلدته دير قانون رأس العين ليشيع في جنازة رسمية وشعبية حاشدة حضرها ممثلون عن الرؤساء وشخصيات وفعاليات عسكرية ومدنية وحشد من الأهالي. بعد الصلاة على الجثمان الطاهر، أدت فرقة من الجيش اللبناني التحية العسكرية لجثمان المقدم فرحات ليوارى الجثمان الطاهر وإلى الأبد في ثرى الجنوب الذي ارتقى وهو يدافع بالدم عن كل ذرة من ذرات ترابه.